ناشر على اليوتيوب. تكبيس تكبيس تكبيس. اللايك يا جدعان، ما بتحطوش اللايك على البث ليه؟ وانتوا كلكم لجان. ايه ده؟ فرحوني مره يعني. لا حول ولا قوه الا بالله. يا استاذ، يا عم بهجت، هل لي مصر جيش؟ طبعا اللي في الجيش طبعا. لماذا تعتقد ان هؤلاء الشرذمه من حساله المصريين جيش يا استاذ؟ عشان انا لحد دلوقتي عايش في بيتي، وانا الوحيد في كل الدول اللي حوالين مني اللي دولتي سليمة. بجد؟ طبعا. وده ده معناه اكبر ان دليل. وده معناه ان انت جيش؟ ان هم عندهم جيش؟ انا جيشي ده مش جيشي ده هو اللي هو. انا التاريخ بيقول ان جيشي ده هو اقوى جيش. قول لي التاريخ بقى. اللي بيقول مش انا حلو. وانت اللي بيقول. بس خط عاوزك بارليف ده اقف مين اللي اقف مين اقف مين اقف. انت قول. قلت التاريخ بيقول ان جيشك اقوى جيش، صح؟ طبعا. عاوزك تجيب لي جبت منين التاريخ ده. يلا سمعني، اتفضل. المغول. مين اللي اوقف المغول؟ مين اللي اوقف الصليبيين؟ المغول اقف بعد ما اكتسح العالم كله ما وقفوش غير الجيش المصري. اقف. برافو عليك، برافو عليك. 73 خط بارليف لا 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 اللي لا لا. العرب كلهم اقف ما كانوش متوقعين ان اقف اقف ان الجيش بس. المصري هيقدر يعديه. اقف اقف بس، ما تضحكش على نفسك. الجيش اللي هزم الصليبيين وهزم التتار وعمل التاريخ ما فيهوش حد من ولاد فوزية. كان جيش مؤمن بالله يا عينيا. كان جيش دستوره القرآن وسنة رسول الله. كان جيش ملتحي. كان جيش يخشى الله. كان الجندي فيه بيدرس تشريع وشريعة قبل ما يعلموه القتال. إنما ولاد فوزية اللي بيصلي يسجنوه يا عينيا. معايا ولا أقول كمان؟ طب انا كنت في الجيش وكنت بصلي وما كانش بيسجنوني ولا حاجه. ودقنك بالعكس فين؟ ده ودقنك فين؟ كانوا بيشجعونا على الصلاه. لا وداني ممنوع. ليه؟ عشان الأمن؟ يعني كده عشان النظافه. النظافة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، الاعانه والابط وكل ده ليه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش نظيف، مش كده؟ الجيش غير كده. الجيش بيبقوا 50 واحد نايمين في اوضه واحده. ايوه. والجيش السعودي مش نظيف، والجيش الامريكي مش نظيف، والالماني والصيني والروسي والاسرائيلي كله بيربي دقنه الا الجيش ولاد فوزيه، لان الدقن بتفكرهم بالدين. انما صلاه النصابين اللي زيك اللي في نص دقيقه بيصلي الظهر هم ما بيقلقوش منها، انما بيقلقوا من صلاه الخاشعين الذين يذكرون الله جهارا ونهارا. ماشي، هم دول اللي بيخافوا منهم. لو عندك كتب تشريع. انا في الجيش كنت بصلي، ما كنتش بتسجن ولا كنت ولا انت بتصلي؟ انت كافر يا ابني. انت كافر اصلا. كنت اهم سلاح. انا دخلت اهم سلاح في الجيش وما انت كافر اصلا. العميد كان بينزل، الضباط كلهم كنا بنصلي مع بعض. حتى ما انا بقول لك يا حبيبي انت كافر. قائد اللواء كان بيصلي معانا. بقول لك انت كافر. مش هيلاقوا منك. الناس على مزاجك. لا مش على مزاجي. طب انا هثبت لك على اوامر الله. اللي انت مش شريف يا استاذ. انا هثبت لك اللي انت مش شريف يا استاذ. يا انا استاذ. انا اصلا طالع عشان كده. يا استاذ انت مش شريف. يا استاذ هثبت لك. الاول والله هكمل معاك، بس انا عاوزك تقول لنا متى حمى هذا الجيش حدود الوطن. اتفضل. ما احنا لسه قايلين اهو، وانت قلت لي كان زمان، وقلت بقول لك 73. ما ده زمان بقى. 73 انهزم الجيش في 73. والدواعش اللي كانوا داخلين سينا اخر حلو قوي. الدواعش يا استاذ. حاجات ياما قوي يا استاذ. انتوا قتلتوا يا استاذ. اسالك سؤال يا ابني اسمع. انتوا قتلتوا في سينا نص سكان شمال سينا. كان عددهم مليون زي الراجل بتاع سينا ما قال، بقى عددهم اقل من نص مليون دلوقتي. قتلتوا المدنيين اللي ما لهمش في القتال خالص. وهديتوا نص اكتر من نص مباني سينا. طلع واحد من سينا دلوقتي يقول ان كلامك ده صح. كلامي صح؟ ما الراجل كان موجود قبل مني والله وقال. قبل منك كان طالع ب3 4 زباين.
هتطلع منين وانا بجيب من عند امي؟ يا جحش، يا جحش، بص من غير غلط. بص حبيبي، انا عشان اكمل اثبت لي، اثبت لي بس بشرط. اسمع انت بتدعي اسمع، اه ترفع ايدك. قسم تمام. العبوديه ده التذكره. بص لا 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 لا، اقفل المايك، اقفل المايك عليه. اسمع يا انا ابني، مش خوال من عيال الخوالات يا خوال انت. اوبا، شكرا. كده هيقفلوا حسابه يا استاذ اكس ولا لسه؟ كده يقفلوا له حسابه ولا لسه؟ كده هيقفلوا حسابه مش كده؟ بس خلاص. انت حضرتك، انا لو نزلت مصر هتجيبوا مني عيال، خنازير، معيز، كلاب، هتجيبوا مني حاجه، لان دي عالمكم الان. جنود الطاغوت، ابو شخه وجنوده، والكثره تغلب اي شجاعه، خصوصا ان معنا السلاح. نركب الطياره لباسنا بيتفتش. انت لما تطلع على البث لازم تدفع ضريبه. اخر انا العبد الذليل ابن اسم امك واسمك رباح، وتكمل بقيه قسم العبوديه. مش انت هتقدم خدمه لمصر تثبت للناس كلها ان بهجت صابر مش شريف؟ ده انت موجود على كام بس؟ 1 2 3 4 5 الافات الناس الان بيسمعوك. ولما تثبت للناس ان بهجت صابر مش شريف هتقطعوا الفيديو ده وتنشروه، مئات الملايين هيشوفوه مش عشرات الملايين. فعليك ان تنفق من كبريائك، من حريتك اللي هي مش موجوده اصلا، وتنتقل من عبوديه الطاغوت السيسي الى عبوديه مولاك وسيدك العبد لله بهجه السيد صابر مرسي سليمان، يفعل بك ما شاء واينما شاء وكيف شاء وحيثما شاء، وتقر بذلك وتشهد الله على ما اقررت به. صعبه دي. انت مش بتحب مصر يا دي انت وهو ياض؟ هي مصر يا ابني، هي مصر ما تستاهلش منك ياض. ده قسم العموديه بقى ترند في الدول العربيه ومصر وكل حته، بس قسم العبوديه منك انت بيبقى طعمه حلو جميل، بيبقى كسر لمبولة من مباول الطواغيت. يهبل يا ابن الاهبل يا عبيط اللي بعده.